قصيدتي قصيدة فكاهية كتبتها بعنوان يعني ايه فيسبوك يا عمدة. طبعا حضراتكم كلكم عارفين بعد انتشار الفيسبوك والمهازل اللي بتحصل داخل البيوت وفي الفلاحين والبنت اللي تسهر طول الليل وتنام بالنهار والافلام والقصص دي، فكتبت قصيدة كنوع من الدعابة بعنوان يعني ايه فيسبوك يا عمدة. بقول يعني ايه فيسبوك يا عمدة، يعني ايه فيسبوك يا عمدة اللي الناس عاملينه حديد. اصل سمعت بنات العزبة يضحكوا عنه ولا الحواديت، حتى البنت بهانة يا عمدة قال ايه عاملة بقالها اميل. حتى البنت بهانة يا عمدة قال ايه يا عمدة بقالها اميل، وبقت تعمل كل طبخها وصفات جوجل ويا جميل. الفيسبوك يا بنت يا فاطمة، الفيسبوك يا بنت يا فاطمة دور نص شباب الجيل. الفيسبوك يا بنت يا فاطمة دمر نص شباب الجيل. الفيسبوك مصيبة كبيرة، حاجة بتشبه الفوازير. فجأة تلاقي ابو العيلة وجنانه، فجأة تلاقي ابو العيلة وجنانه بده يدردش طول الليل. كل الناس اصبح حبيبة، حاجة مريبة تهد الحيل. واللي بيدمنه ما يفوق منه، اللي بيدمنه ما يفوق منه، واللي يعد له فاشل وعويل. اصله يا فاطمة ملهش امان وتلات ارباعه غش في غش. اصله يا فاطمة ملوش امان وتلات ارباعه غش في غش. بقى عامل زي الادمان واللي يحبه بمليون وش. والناس فيه زي الدبابات، ولا بتهش ولا بتنش. كله بيسرق فيه بالتاني، كله بيسرق فيه من التاني، وما فيش فيه اخلاص وامان. كله بيسرق كده عمياني، حاجة يا فاطمة جنان وجنان. جوه البيت ما نلاقي ولادنا، جوه البيت ما نلاقي بولادنا ولا لمتنا زي زمان. الفيسبوك مصيبة كبيرة، الفيسبوك مصيبة كبيرة، منه ضحايا في خبر كان. اللي مفكر نفسه سياسي، اللي مفكر نفسه سياسي واللي عامل لي فيها فنان، واللي يقول ده الزمن الماسي ولا عطسلة ولا عطسلة ولا أدان. واللي يقول أنا صحفي كبير، واللي يقول أنا صحفي كبير وهو يدوب بيفك الخط. واللي يقول ده أنا أبويا وزير وهو بيسرح بجوزين بط. الفيسبوك يا فاطمة خطير، اللي ما يصحاله بيطلق. شغل صهاينة ومن غير فايدة، كل هدفهم هدم الدار. عامل زي النار الأيدة، كله يا ناس شغل استعمار. خلى الواحد يهمل أهله ولا عاد فيه حتى استقرار. يا دي النيلة يا عمدة علينا، يا دي النيلة يا عمدة علينا. ده أنا من خيبتي كنت هفسفس، كنت هنام جنبك صحيانة وازاي عيني تشوف وتنعس. انا حرمت يا عمدة امانة، انا حرمت يا عمدة امانة. وعد يا عمدة ما عدت اتنفس، وعد يا عمدة ما عدت اتنفس. دي حكاية الفيسبوك من ديوان زمان الطيبين، بقلم والقاء اشرف رفعت خوينس، جمهورية مصر العربية، البصرات، مركز المنزلة، محافظة الدقهلي.